السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي وخواتاتي في قناتكم ماروك سيتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكل المتابعين الأوفياء، ومرحبا كذلك بأي واحد دخل القناة لأول مرة. قبل ما نبداو عندي منكم طلب صغير وما غاديش ياخد منكم حتى ثانية. إلا كنتو كتشجعوا المحتوى ديالنا وما بغيتوش يفوتكم حتى جديد على المنتخب المغربي وأخبار الكرة الوطنية، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتعطيوا لايك للفيديو. الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نواصلوا ونقدموا لكم الأخبار أول بأول بكل مصداقية، وهذا الشيء كيشجعنا باش نطوروا القناة ونجيبوا لكم محتوى أحسن. اليوم عندنا موضوع سخون بزاف، وكاين اللي غادي يعجبه وكاين اللي غادي يخالفوا الرأي، لأنه كيتعلق بتغييرات مرتقبة داخل المنتخب الوطني المغربي. حسب مصادر مقربة من المنتخب، فالناخب الوطني محمد وهبي بدا كيوجد المرحلة المقبلة واللي غادي تكون مهمة بزاف، خصوصا مع اقتراب انطلاق تصفيات كأس إفريقيا خلال شهر أكتوبر. هذه المرحلة غادي تكون مختلفة، لأن الطاقم التقني باغي يجدد الدماء داخل المنتخب ويعطي الفرصة لعناصر شابة قادرة تقدم الإيضاح سواء دابا أو في المستقبل. ومن بين الأسماء اللي كيتردد أنها غادي تكون حاضرة في التجمع المقبل كاين اللاعب عثمان معمة والموهبة ياسر الزبيري وكذلك سفيان بن جديدة. هاد اللاعبين الشباب بصراحة بينوا إمكانيات كبيرة، وكثير من الجماهير المغربية كانت كتطالب تشوفهم مع المنتخب الأول، لأنهم كيقدموا مستويات زوينة مع الأندية ديالهم وعندهم مستقبل كبير. ولكن في المقابل الأخبار كتشير أن اللائحة الجديدة قد تعرف غياب أسماء معروفة، وعلى رأسها أيوب الكعبي وسفيان رحيمي. وبطبيعة الحال هذا الخبر غادي يخلق نقاش كبير بين الجماهير. كاين اللي غادي يقول خاص المنتخب يجدد الدماء ويعطي الفرصة للشباب، وكاين اللي غادي يقول بأن الكعبي ورحيمي مازال يقدروا يعطيوا بزاف للمنتخب وما خاصش يتم الاستغناء عليهم بسهولة. محمد وهبي على ما يبدو باغي يبني منتخب قوي للمستقبل، وماشي غير يفكر في المباريات القريبة ولكن حتى في التحديات اللي جاية بعد سنوات. ومن بين المراكز اللي غادي تعرف اهتمام كبير مركز حراسة المرمى. حسب نفس المصادر المدرب كيفكر يوجه الدعوة لحارس شاب باش يبدأ يكتسب التجربة مع المنتخب الأول. السبب واضح، منير المحمدي اليوم وصل ل 35 سنة وقدم مسيرة محترمة مع الأسود، ولكن السن كيبقى عامل مهم. أما ياسين بونو فهو واحد من أفضل الحراس اللي يعرفهم المنتخب المغربي، ولكن حتى هو كيقرب من نهاية مشواره الدولي. لهذا الطاقم التقني باغي يضمن الاستمرارية ويكون حاضر من دابا للمستقبل، باش ملي يجي وقت التغيير ما يكون حتى مشكل في حراسة المرمى. صراحة هاد السياسة كتستعملها أكبر المنتخبات في العالم. المنتخب اللي كيبغي يبقى قوي خاصو دائما يحضر البديل قبل ما يعتزل اللاعب الأساسي. دابا السؤال اللي كيطرح، واش فعلا الوقت مناسب باش نشوفوا هاد التغييرات؟ واش الشباب غادي يقدروا يتحملوا المسؤولية، ولا خاص المنتخب يبقى مع العناصر المجربة حتى نهاية التصفيات؟ هاد الأسئلة كلها غادي يجاوب عليها الميدان. حنا كمغاربة اللي كيجمعنا هو حب القميص الوطني. أي لاعب كيلبس القميص الوطني خاصنا نوقفوا معاه ونساندوه، سواء كان لاعب مجرب أو لاعب شاب. الأهم هو يشرف الراية المغربية ويقاتل فوق أرضية الملعب ويعطي كل ما عنده. محمد وهبي اليوم أمام مسؤولية كبيرة. الجماهير المغربية كتنتظر نتائج وكتنتظر أداء مقنع وكتنتظر منتخب ينافس على جميع الألقاب. وهذه المرحلة غادي تبين واش الاختيارات الجديدة كانت ناجحة أو خاص مراجعة بعض الأمور. حنا بطبيعة الحال غادي نبقاو متابعين جميع المستجدات، وأي خبر رسمي جديد على المنتخب المغربي غادي تلقاوه مباشرة عندنا. لهذا إذا كنت من عشاق المنتخب المغربي وما بغيتوش يفوتك حتى خبر، اشترك دابا في قناة ماروك سيتي وفعل الجرس، لأن المرحلة المقبلة غادي تكون عامرة بالأخبار الحصرية والتحليلات وكل جديد يخص أسود الأطلس. واكتبوا لنا في التعليقات، واش كتشوفوا أن استبعاد أيوب الكعبي وسفيان رحيمي قرار صحيح؟ وشكون من اللاعبين الشباب كتشوفوا أنه يستحق يكون رسمي مع المنتخب المغربي؟ الرأي ديالكم كيهمنا بزاف، وكنقراو جميع التعليقات ديالكم. إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك ومشاركة مع أصحابكم، لأن هذا الدعم هو اللي كيخلينا نستمروا ونطوروا المحتوى ديال القناة. شكرا بزاف على ثقتكم وعلى دعمكم المتواصل. نتمنى الصحة والعافية لكل واحد فيكم، وإلى لقاء قريب في فيديو جديد على قناة ماروك سيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.